قبل 16 سنة في الرياض. تعرفون الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله؟ اللهم اغفر له وارحمه وموت المسلمين أجمعين. جاء واحد بعده ألقى محاضرة، وقام واحد من الشباب قال: يا شيخ أنا بسألك سؤال بس لا تزعل علي. عاد تعرفون الشيخ؟ قال الشيخ: لا يا ابني ما بزعل عليك، اسأل اللي تبغى. قال: أكيد يا شيخ. قال: ما بزعل عليك. قال: والله يا شيخ إني أحب الله ورسوله بس ما تزعل. قال: ما بزعل. قال: يا شيخ أنا أصلي وصوم وزكي. يقول: لكن يا شيخ الحين لما أقرأ قرآن وأقرأ عن أهل الجنة أن الواحد جالس على الأرائك وأنهار تجري من تحته ثم يطالع في الثمار وجنى الجنتين دان، يجي عنده قطوفها دانية، يعني ولا بريموت ولا شيء، هي تجي هو يشتهيها، يطالع 20 ثمرة هم تعجبه واحدة منها تجي. اللهم ادخلنا الجنة يا رب. يقول: فأنا لما أتفكر في هذا الكلام يا شيخ معليش ما دخل راسي. طبعا إيمان صفر في إسلام. عشان كذا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنت تصلي تزكي تصوم بس ما تؤمن أن إذا صابك شيء هو لك. لو إني ما صرت ما جيت كان لا بيجيك ما دام مكتوب عليك إيمان بقضاء وقدر. قال الشيخ: يا ابني بسألك سؤال. الحين صار اللي بيسأل منه الشيخ. قال: يا ابني بسألك سؤال، الآن لو كان فيه 2 توائم في رحم أمهم كيف عايشين؟ في نور ولا في ظلام؟ قال: لا في ظلام. قال: طيب كيف يعني عندهم مأكولات لذيذة وشهية ولا يأكلون من بطونهم من حبل السري؟ قال: لا يا شيخ من حبل السري. قال: طيب مكانهم مؤثث زين ولا الله المستعان سواء فوقهم وتحتهم؟ قال: لا يا شيخ كلها. قالوا: إذا طاحت أمهم يطيحون معها؟ قال: يطيحون معها. قال: طيب وش رأيك في حياتهم؟ سكت. قال: طيب لو جاهم أحد وقال لهم وهم في هالجو المظلم وهالسوائل وكل ما طاحت أمهم طاحوا معها، لو جاء واحد قال لهم أنتم لو تطلعون من الرحم تشوفون القصور ومطاعم وسيارات وطرق وطيارات نفاثة تطير في الناس ويقدمون لهم مأكولات شهية وفي ملاهي وفي بحار، كانوا ايش بيقولون؟ بيقولون ما تركب راسنا، صح ولا لا؟ ما دخلت راسنا. قال: طيب لو واحد طلع قبل الثاني بساعة، أول ما طلع إلا شاف الأنوار قام يغمض عيونه والناس حوله والأم تشيله والأبو فرحان فيه ولفوه ولبسوه وحطوه في السرير جابوا له حليب وكل واحد من يد هذا ليد هذا وفرحانين فيه. قال: اللي داخل ايش يقول؟ يقول: مسكين مات، صح؟ راح خلى هالمكان الدافي الزين، ها؟ صح ولا لا؟ وهالغذاء اللي 24 ساعة. طيب اللي برا ايش يقول؟ يقول: يا ليت قومي يعلمون. يقول: ليت اللي برا يدري وش أنا فيه. عشان كذا أحبة الفضلاء الدنيا كذا، رحم مظلم، بعدين حياة واسعة، بعدين قبر، أسأل الله ينور علينا وعليكم قبورنا، بعدين حياة أوسع. واضح؟ ها؟ قبر، رحم، بعدين حياة واسعة. الواحد وفي رحم أمه يتوقع أن أعلى شيء وشو؟ أعلى شيء هالرحم، صح؟ ما فوق شيء. احنا نشوف أعلى شيء السماء، ما ندري ايش فوقه، لكن علمنا القرآن العظيم ايش فوق. سبحانه الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. عشان كذا أحبة الفضلاء أن لازم نتعاهد قلوبنا هذه كيف تحيا. خذ أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كلها، بتلقى 99% أو أكثر وين يدعي؟ وظفني، عطني، أكلني أشياء. لا كلها لها القلب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، اللهم يا رب آتي نفسي تقواها، يا مقلب القلوب. كل والنبي عليه وسلم كل دعواته القلب. هو إن صلح قلبك صلح كل شيء عندك. ختام المطار وصلني من المطار لبيتي، فكان يدخن، فقلت له: حبيبي قلبي كم الآن تتلف من هالخلايا في صدرك، وكم الله سبحانه وتعالى بيسألك عن هالخلايا اللي أعطاك إياها سليمة. قال: الله ما هداني. والله يا جماعة كان تعرفون حر الرياض، عز الشمس الظهر. قلت له: قال: الله ما هداني. قلت: طيب أنت ليش جيت؟ قال: الله قال: الله يهدي من يشاء، الله ما هداني.
قلت طيب أنت ليش جيت المطار وقاعد تنظر في هالشمس؟ قال استرزق. قلت طيب أنت تقول إن الله يهدي من يشاء وقعدت ما تركت المنكرات، ويوم جت قضية الرزق بعد الله يرزق من يشاء، ليش مسوي شغل؟ واضح يا جماعة؟ يوم جت قضية الرزق، مو والله في الحديث القدسي يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته إيش؟ فاستهدوني. واللي بعدها يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، صح؟ وش الأولى؟ فاستهدوني. يقول أنت يوم جت قضية الرزق قمت ستشتغل، ما قلت الله يرزقني وبس، صح؟